هنعمل مع بعض النهاردة أحلى وأطعم تتبيلة للسمك ممكن تعمليها، والسمك هيطلع بعد التتبيلة بتاعتك ديت بقى يعني حاجة ما حصلتش. أول حاجة طبعا أنا جبت 5 فصوص توم على قرنين فلفل أحمر وأخضر وعملتهم في الكب زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنحط 4 أو 3 ليمونات على الكيلو سمك. كل كيلو كل كيلو سمك هياخد معايا من 3 ل4 ليمونات. تمام. يبقى أول حاجة هتجيبي 5 فصوص توم، قرن فلفل أحمر وأخضر لو عندك، هتعمليهم في الكبة زي ما انت شايفاهم كده، ونعصر عليهم الليمون بتاعنا. دي المقادير اللي احنا هنقولها ديت تعمل بالظبط كيلو سمك وهيطلع السمك بجد بعد التتبيلة ديت ما حصلش. طبعا ال السمك بتاعنا بنبقى غسلينه طبعا ومنضفينه ومظبطينه ومجهزينه للتتبيلة. يبقى كده معانا الثوم والفلفل والليمون، عصير الليمون. هنبدأ بقى نحط التوابل بتاعتنا الجميلة اللي هتخلي السمك ريحته في حتة تانية خالص. أول حاجة طبعا هنحط كمون معلقة صغيرة. كمونة لسه طحناه من شوية زي ما قلت لكم. أحلى حاجة إنك تجيبي التوابل وتطحنها في البيت. أول حاجة معلقة كمون معلقة صغيرة. تاني حاجة الملح معلقة ونص، هنحط الملح معلقة ونص على طول. الكيلو هياخد معلقة ونص، معلقة ونص. طبعا الكميات على حسب رغبتك انت بقى. كزبرة معلقة صغيرة بس، طبعا يعني لا كتر التوابل كويس ولا انها تكون قليلة كويس. يبقى كده معلقة كزبرة. الفلفل هنحط نص معلقة. حاطين اصلا فلفل اخضر، فلفل الوان يعني. الشطة برضو نص معلقة او على حسب برضو رغبتك، يعني لو حابة تكتري الشطة، بس يعني ايه منصحكش، نص معلقة كفاية اوي. هنحط البابريكا بقى نص برضو معلقة.